بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بنحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. بفضل ولي الامر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. نادي الزمالك طبعا مباراته انتهت بالتعادل امام شباب بلوزداد. ما طلعتش اتكلمت والله الفتره اللي فاتت ديت، ما عرفتش اطلع اتكلم على المباراة دي، ولكن يعني هي مباراة يعني تقدر تقول متوسطة، ما تقدرش تقول مباراة عالية جدا من نادي الزمالك، ما تقدرش تقول مباراة سيئة. لا، الزمالك يعني وصل اللي هو عايزه، عمل اللي هو عايزه، فاز هناك طبعا بنتيجة 1-0 على شباب بلوزداد هناك في الجزائر. تمام. هنا في مصر بيتعادل 0-0 عشان المباراة تخرج بدون أهداف، والزمالك ياخد المراد او ياخد اللي هو عايزه من المباراة. تمام. فألف مبروك لنادي الزمالك الصعود للنهائي. زي ما قلت وما زلت بقول وما زلت بتكلم، نادي الزمالك يا جماعة او لعيبة نادي الزمالك يستاهلوا كل الشكر، يستاهلوا يتقال لهم انتوا رجالة. ولكن طبعا مش عايزين ننسى مجهود الجماهير طبعا يا جماعه، اللاعب رقم واحد واللاعب الاول يعني، والمساند والداعم الاول لنادي الزمالك طبعا في الوقت الحالي وفي الفتره اللي فاتت كلها. طبعا نادي الزمالك بيمر بازمات ماليه ومشاكل ماليه وايقافات قيد ومفيش فلوس، ويعني كل المشاكل يا جماعه، ولكن لعبته رجاله، لعبته واقفين كلهم مع بعض، واقفين وقفه رجاله. الكابتن ممدوح عباس طبعا او الاستاذ ممدوح عباس واقف في ظهرهم طبعا، وبعض رجال الاعمال، والكابتن معتمد جمال ايضا برضه بيحفز اللعيبه، بيؤهل اللعيبه طبعا عشان خاطر يوصلوا اللي هم وصلوا ليه في الوقت الحالي، متصدر الدوري طبعا، واول الصاعدين للنهائي طبعا. هيواجه طبعا اتحاد العاصمه تقريبا، اتحاد العاصمه الجزائري طبعا. اعتقد آه، وبنسبه كبيره ممكن اتحاد العاصمه يلعب مباراته بدون جمهور طبعا، عشان تقريبا في احداث شغب حصلت مع في مباراته اللي فاتت مع اولمبيك اسفا طبعا. فنادي الزمالك طبعا بنسبه كبيره هيفوز بالكونفدراليه. تمام. والدوري طبعا لو فاز على نادي بيراميدز طبعا هيبقى ضمن الدوري بنسبه 90% طبعا اعتقد. هيبعد عن النادي الاهلي، هيبعد عن النادي بيراميدز، بيبعد عن النادي بيراميدز عن المنافسه، بيصعب الموضوع على النادي الاهلي. فطبعا نادي الزمالك ماشي بخطى ثابته، ماشي بطريقه كويسه. لعيبه معزوله عن ما يحدث طبعا في مجلس الاداره من اي مشاكل بقى، مشاكل ماليه، مشاكل اداريه، كل حاجه اللعيبه عزلت نفسها، او جون ادوارد عزل اللعيبه عن الكلام ده، والكابتن معتمد جمال برضو ليه دور ان هو يعزل اللعيبه عن الكلام ده. مركزين في الكوره.